مرحبا أعزائنا المتابعين. سنتعرف اليوم على مجلس البلدة. ما هو مجلس البلدة؟ جميعنا نعلم أن البلدة تتكون من مركز البلدة والقرى التابعة لها والوحدات السكنية الأخرى. فالمادة رقم 82 للعقد الاجتماعي تنص على 1. يتشكل مجلس البلدة بنسبة 60% من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و40% من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لتلك البلدة والرئاسة المشتركة للبلدية. 2. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة لديوان المجلس. 3. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. 4. يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي وإدارة الأمن الداخلي في البلدة. 5. يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في البلدة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع. 5. يقوم بالمصادقة على 6. يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للبلدة. 7. يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترح أسماءهم من قبل مؤسسة العدالة. 8. للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس البلدة ووضع الخطط والقيام بمتابعة التنفيذ. 8. 9. يبت في القرارات التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين. 9. يبت في القرارات التي تمس البلدة دون التدخل بأمور الكومين. 10. يعمل مجلس البلدة والكومينات بشكل تنسيق وتكامل. 11. ينظم عمله وفق نظام داخلي. 10. المجلس التنفيذي لمجلس البلدة. المادة رقم 83 تنص على 1. يقوم بتنفيذ قرارات مجلس البلدة. 2. يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. 3. يقدم تقاريره للمجلس. 4. ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للبلدة. إلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.